السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. وده اول فيديو ليا على القناة، ان شاء الله تكون فتحة خير، وهستناكم تدعموني وتتابعوني، وان شاء الله هنزل لكم كل جديد. لو عايزة تعملي رز بلبن مكرمش وكريمي زي بتاع المحلات يبقى لازم تشوفي الفيديو ده. يلا بينا نشوف الطريقة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. المقادير دي مظبوطة جدا وهتطلع معاكي رز بلبن كريمي وبيدوب في البق. اول حاجة هنستخدمها رز مصري، واهم حاجة او بفضلها ان الرز يكون عريض ونظيف. دلوقتي المقادير معانا كوباية من الرز. هنغسل الرز غسلة كده سريعة، وبعد كده هنجيب 4 كوبايات من المية وهنرفعها في حلة على النار لحد ما المية تغلي، وهننزل بكوباية الرز في المية المغلية لحد ما الرز يشرب المية كلها زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا لازم ان انا اقلب الرز في المية على فترات كده علشان الرز ما يشطش او ان هو يعمل كتل. تمام، لازم ما بين كل فترة والتانية ان انا احرك كده الرز. تمام، اول ما الرز شرب المية تماما هضيف نص كوباية من السكر، وطبعا السكر على حسب الرغبة، بس المعيار ده مظبوط جدا على كوباية رز. دلوقتي بقى هنضيف الحليب. طبعا يفضل ان الحليب يكون طازة، ما يكونش لسه اتغلى، يعني يكون لسه بخيره كده. هنبدأ ان احنا نضيف لبن شوية بشوية، كل ما الرز يشرب اللبن نضيف تاني. وطبعا هنقلب باستمرار برضو علشان الرز ما يلسعش مننا. كوباية الرز هتاخد مننا حوالي لتر من الحليب، بما يعادل 4 كوبايات من الحليب. بالنسبة بقى لنوع الحليب اللي انا بستخدمه، استخدمت حليب جاموسي على بقري. لما تكوني مخلطة النوعين على بعض بيفرق في الطعم. طبعا الجاموسي بيبقى تقيل كده وطعمه حلو جدا، فبيدي طعم وغناوة اكتر. انما لو استخدمتي الحليب البقري فبيكون خفيف وطعمه مش قد كده برضو. دي برضو حاجة مهمة جدا. هجيب نص كوباية من الحليب، هضيف فيها معلقة من النشا ومعلقة من الحليب البودرة وكمان معلقة من الكريم شانتيه، وهقلبهم وبعد كده هضيفهم على الرز بلبن. وطبعا هضيف كمان قشطة، لو متوفر عندك برضو حطي، بتدي دسامة وطعم حلو جدا. طبعا هقلب باستمرار، وهسيب الرز واللبن يغلي كده شوية، وبعد كده هنطفي عليه، وبكده نكون خلصنا الرز بلبن بأسهل طريقة وطعم حكاية ومقادير مظبوطة جدا. ما شاء الله، من كوباية رز واحدة عملنا كمية كويسة جدا. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعي النهاردة. عملنا احلى واسهل طريقة رز بلبن، والطعم بجد حكاية. اللي هيجرب الطريقة دي يكتبلي في التعليقات. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.